انت اكيد شفت افتتاح المتحف المصري الكبير، بس اللي مش اكيد انك فهمت معايا كل اللي حصل. ومن اهم اللي حصل في افتتاح المتحف المصري الكبير ان الاحتفال كان بيحصل لايف وفي نفس الوقت من البرازيل واليابان وامريكا وباريس. حاجه حرفيا كانت تحفه واتقدمت بشكل عبقري. تعرف ان كان في حاجه عبقريه اكتر حصلت بعدها، وهي اضاءه المسلات المصريه في كل انحاء العالم في نفس الوقت. في نفس الثانيه العالم كله وقف يتفرج. هو اي نعم الكل وقف يتفرج، بس مش الكل فهم الرساله، لكن اللي فهم الرساله هيعرف ان ده مش مجرد عرض، دي كانت طريقه صايعه بتشاور بيها مصر وبتقول بكل ادب ان المسلات دي بتاعتي واصلها من هنا. بصراحه الحركه كانت قمه في الصياعه والادب في نفس الوقت، وكمان وهي بتحكي للولد عن المسلات اللي في باريس واللي في روما واللي في امريكا واللي في البرازيل، وبتقول له المسلات دي موجوده هناك عشان الناس تتفرج عليها وتتعرف على حضاره مصر. يعني باختصار نقدر نقول ان الجمله دي فيما معناها تلقيح بس مش شياكه وادب، بنقول فيه للعالم كله بطريقه غير مباشره ان انتوا سرقتوا جزء من تاريخنا وحطيتوه على ارضيكم، وان الجمال اللي موجود عندكم هو في الاصل نابع وجاي من عندنا. فيا ريت لو نخلي فيه دم ونرجع الحاجه لاصحابها وبلاش الهدى. اما عن كلمه الرئيس السيسي وولاءها بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان فخر مصر اقدم دوله في التاريخ، جمله بسيطه بس بتلخص معاني كتير، معاني حقيقيه مفيش كلام يتقال بعدها. ومن اقوى الرسائل اللي خرجت من الحفله ان مصر بلد السلام، بلد بتجمع مش بتفرق، تلاقي فيها الكنيسه والترانيم جنب المسجد والتوشيح في مشهد واحد بيقول ان مفيش فتنه تقدر تدخل ما بيننا لاننا شعب واحد وايماننا واحد. اما عن المتحف المصري الكبير فهو نفسه رساله، والرساله هي ان كل حجر وكل تفصيله اتعملت بايادي مصريه. يعني كل اللي شارك في بناء الصرح العظيم ده من اكبر مهندس لاصغر عامل كانوا من ولاد وشباب مصر، وده اثبات ان المصري لما بيقرر يعمل حاجه بيتقان بيعملها وبتكون شرف للعالم كله. وفي النهاية يا صديقي خليني أختم كلامي وأقول لك إن مصر ما كانتش بتقدم عرض، دي كانت بتقدم مجدها الحقيقي وبتفكر العالم كله بأن الحضارة بدأت من هنا، ولسه ما زال العالم كله واقف قدامها بنفس الانبهار. Sarakahem, Amchet Nebutrakamen Pan.